سألت نفسك قبل كده إزاي الموبايل بتاعك بيفهمك من غير ما تتكلم؟ أو ليه الفيديوهات اللي بتظهر لك دايما على مزاجك؟ خليني أقول لك حاجة، أنت بتستخدم الذكاء الاصطناعي كل يوم وأنت مش واخد بالك. أهلا بيكم في قناتكم بدون تعقيد. النهاردة هنتكلم عن حاجة موجودة في كل تفصيلة في حياتنا، حرفيا كل دقيقة بنستخدمها من غير ما ناخد بالنا. إيه هي؟ الذكاء الاصطناعي. طيب، خلينا نبدأ بسؤال كده على طول، فكروا معايا. اليوم العادي بتاعنا من أول ما نفتح عينينا الصبح لحد ما بننام بالليل، تفتكروا كم مرة بنستخدم الذكاء الاصطناعي من غير حتى ما نحس؟ الإجابة ممكن تفاجئ ناس كتير. الموضوع يا جماعة مش فيلم خيال علمي احنا بنتفرج عليه، لا لا، ده واقع، حقيقة بنعيشها كلنا وكل يوم. عشان كده الشرح بتاعنا النهاردة متقسم لثلاث أجزاء بسيطة. الأول هنشوف التكنولوجيا دي مستخبية فين حوالينا، وبعدين هنفهم ببساطة هي بتشتغل ازاي، وفي الآخر وده الجزء الأهم هنعرف كل واحد فينا ازاي يقدر يستخدمها بنفسه. يلا بينا ندخل في أول جزء على طول، ونشوف ازاي الذكاء الاصطناعي ده بقى داخل في كل حاجة بنعملها على الإنترنت. أكيد كلنا حصل معانا الموقف ده، صح؟ بنكون بنقلب في يوتيوب أو تيك توك، وفجأة نلاقي فيديو كأنه معمول لنا مخصوص، فيديو بيخطفنا كده من أول ثانية. ده بقى مش صدفة ولا حظ على فكرة، دي خوارزميات ذكية جدا، بتراقب وبتتعلم ايه اللي بيعجبنا، وبناء عليه بتقترح لنا المحتوى اللي على مزاجنا بالملي. ومثال تاني بنشوفه يمكن مئات المرات في اليوم، واحنا بنكتب اي رسالة على الموبايل، مش بنلاقي الكيبورد بيقترح علينا الكلمة اللي جاية او يصلح لنا الغلطات لوحده؟ اهو ده برضه ذكاء اصطناعي شغال في الخلفية، بيتعلم من مليارات النصوص عشان يقدر يتوقع احنا عايزين نكتب ايه ويسهل علينا الدنيا. وحتى واحنا سايقين في الشارع بنكون ماشيين ورا جوجل مابس عادي جدا، وفجأة اللي بيقول لنا لا استنى، في زحمة قدام، خدوا الطريق ده أسرع. بيحصل ده مش تخمين خالص، ده ذكاء اصطناعي بيحلل بيانات في نفس اللحظة من آلاف العربيات التانية اللي حوالينا، عشان في النهاية لقينا أسرع وأحسن طريق نمشي فيه. تمام، دلوقتي احنا شفنا أمثلة كتير قوي من حياتنا اليومية، فالسؤال اللي بيطرح نفسه دلوقتي هو ازاي الكلام ده بيحصل أصلا؟ يلا بينا نروح للقسم التاني عشان نعرف بالظبط العقل ده بيفكر ازاي. يعني ازاي الآلة دي قادرة تفهمنا بالدقة الرهيبة دي؟ الحكاية كلها صدقوا أو لا تصدقوا بتتلخص في ثلاث خطوات بس. الموضوع بسيط جدا. أول حاجة، النظام بيراقب، يعني بيسجل كل البيانات والأنماط وتصرفاتنا. الخطوة التانية، يحلل، بيمسك كل البيانات دي ويدور على علاقات ومعاني جواها. والخطوة التالتة والأخيرة، يتوقع، وبناء على التحليل ده يقدم لنا اقتراح أو نتيجة أو حتى محتوى جديد تماما. يعني ببساطة شديدة، كل لايك، كل شير، كل فيديو بنكمله للآخر، كل كلمة بنكتبها، كل دي بالنسبة للذكاء الاصطناعي عبارة عن دروس صغيرة. هو بيتعلم مننا وبيطور نفسه عشان يفهمنا أكتر وأكتر مع كل تفاعل. طيب حلو أوي كده، فهمنا هو إيه وبيشتغل إزاي. نيجي بقى للجزء العملي، الجزء اللي يهمنا كلنا. إزاي نتحول من مجرد ناس بتستهلك التكنولوجيا دي لناس بتستخدمها فعلا عشان تبدأ وتنتج حاجات جديدة. والخبر الحلو هنا إن الموضوع بقى أسهل من السهولة ومتاح لأي حد، يعني مش محتاجين نكون خبراء برمجة ولا أي حاجة. أي حد يقدر يستخدم الأدوات القوية دي من النهاردة، وأغلبها كمان ببلاش. إمكانيات حرفيا ملهاش آخر. ممكن نستخدمه عشان يكتب لنا محتوى كامل، أو يصمم لنا صور احترافية، أو حتى يعمل لنا فيديوهات. ده غير الترجمة الفورية وتحليل البيانات وحاجات تانية كتير أوي. والأجمل من كل ده إن التعامل معاه بسيط جدا. كل اللي بنعمله إننا بنكتب له طلب، بنوصف له اللي إحنا عايزينه بكلامنا العادي خالص، وهو بينفذه في ثواني كأننا بنتكلم مع شخص بالظبط. وهنا نوصل لنقطة مهمة جدا. الفرق الحقيقي النهاردة مش في إن الذكاء الاصطناعي موجود، لأ، الفرق في مين بيعرف يستخدمه صح، مين بيعرف يوظفه عشان ينجز شغله أسرع ويكون مبدع أكتر. وفي النهاية السؤال ما بقاش هل الذكاء الاصطناعي مفيد ولا لأ، السؤال الحقيقي بقى كل واحد فينا هيبدأ يجرب إيه الأول. إيه أول حاجة نقدر نستغل بيها القوة دي في شغلنا أو حتى في حياتنا الشخصية؟ الأدوات موجودة والفرصة متاحة للكل.